السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في البث المباشر من المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله الذي يحتضن قمة الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي إنوي، مباراة الكلاسيكو بين الجيش الملكي وفريق الوداد الرياضي البيضاوي، قمة كروية تجمع متصدري الدوري المغربي، مباراة كنقول انه لفض الشراكة وكل فريق سيسعى لمواصلة سلسلة النتائج إيجابية وكذلك الاحتفاظ بسجله الأبيض دون هزائم. آلاف من الجماهير حاضرة، جماهير الجيش الملكي حاضرة بقوة، كذلك جماهير فريق الوداد التي تنقلت من مدينة الدار البيضاء لمتابعة المباراة ولمساندة فريقها. الجيش الملكي متصدر الترتيب بفارق الأهداف وصاحب أقوى هجوم بأرقام بكل مشاهدينا الكرام في ملخص الشوط الاول للقاء كلاسيكو بين الجيش الملكي وفريق الوداد، اللقاء الذي يقود الحكم رضوان الجيد. اولى المحاولات كانت خطيره في فريق الجيش الملكي، رضا سليم الذي تمكن من الدخول داخل منطقه الجزاء وتمكن من الهدف الاول في حدود الدقيقه الثالثه والسبق لفائده فريق الجيش الملكي. محاوله كانت سريعه ومنفذ هجومي في فريق الجيش الملكي الذي تمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده فريق الجيش الملكي. من توقيع رضا سليم فرحه كانت كبيره للاعبين. فريق الوداد حاول العوده في نتيجه ديال هذه المباراه بواسطه لاعب زهير مترجد، دخول داخل منطقه الجزاء، وسط الكره تدخل للدفاع بعد تسديده لمحمد منجم في المره الاولى وثم المره الثانيه وصول الكره للحارس ايوب الكرد. فريق الجيش الملكي المرتدات الهجوميه شكلت خطوره كبيره هنا بواسطه اللاعب ادم النفاتي، الكره تصطدم وترتطم بالقائم الايمن الذي نابع المرمى حارس احمد رضا التقناوتي. تواصلت المحاولات هنا، يحيى جبران تدخل الدفاع وابتداء استرجاع الكره، اصبح مرتد هجومي لفائده فريق الجيش الملكي. ادم النفاتي في اتجاه رضا سليم، انطلاقه ديال رضا سليم على مستوى الجهه اليمنى، كيرفع الكره داخل منطقه الجزاء، تواجد احمد حمودان الذي يتمكن من الهدف الثاني لفائده فريق الجيش الملكي. مرتد سريع واحمد حمودان بافضل حسم يضع الكره في شباك الحارس احمد رضا التقناوتي. وهدف ثاني، فريق الوداد حاول العوده في نتيجه المباراه، تدخل هنا ممتاز الحارس ايوب كرد بعد تسديده قويه للحسوني، والحكم يعلن نهايه الشوط الاول.